احنا كمصريين كنا دايما بنتشرف بالمنتخب المغربي وبالمغاربه لما بيشتركوا في بطوله عالميه او المنتخبات بتاعتهم بتأدي اداء مشرف في بطولات عالميه. احنا كمصريين لما بتيجي اي فرقه مغربيه او اي فرقه عربيه في مصر تلعب عندنا بنعاملهم افضل معامله وبنحترمهم افضل احترام. لكن دايما الفرق المصريه سواء الاهلي او الزمالك او منتخبات مصر لما بتروح تلعب في المغرب او في اي دولة عربية دايما بنلاقي شغف غير طبيعي واسلوب غير طبيعي خارج نطاق الرياضة وملوش علاقة بكرة القدم ولا بالرياضة. تلاقيهم بيلعبوك باساليب مختلفة، حدف ازايز، حدف كورة جوه الملعب، عايز دايما يخرجك من الموضوع ويخرجك من الكورة ويخليها خناقة او مشكلة. الكورة اتطورت في العالم كله، ما بقيناش نشوف الكلام ده كله، لكن في المغرب رغم التقدم الفني اللي احنا كمصريين بنشيد بيهم دايما ودايما بنشجعهم وبنبقى مبسوطين جدا واحنا بنتفرج عليهم وبنقول المغرب عملت ووصلت رابع العالم وخدت كاس العالم للشباب وقدرت ان هي توصل لاكتر من حاجه واكتر من انجاز. هم مش معاك في ده خالص ومش شايفين ان انت معاهم، ودايما حاطين ان هم يلعبوك بطريقه هي دي الطريقه، عاملين حسابك كمصري وبيلعبوك بطريقه مش بطريقه كره القدم. يعني يجي قدام المصريين بالذات ويعملوا كده قدام المنتخب المصري، قدام الاهلي المصري، قدام اي فرقه مصريه يلعبوك بالطريقه دي، تحدف عليا ازايز، تحدف عليا كور، تعور لعيب، تضايق لعيب، تعمل كل اللي انت بتعمله ده. برضه لما تيجي هتلعب عندي في مصر هحترمك وهديك كامل احترامك وهنظهر بافضل من الشكل اللي انت بتظهر فيه ده. انت المفروض هتنظم بطوله كاس افريقيا وكنت مرشح ان انت تنظم كاس عالم، والمفروض ان انت دوله مشرفه ودوله كلنا كنا بنشيد باللي هي عملته وبنشجعها وفرحانين جدا بانجازاتك. لكن انت لما بتيجي تلعب معايا كاي فريق مصري بتعمل معايا كده على طول، ودايما تخرجني بره سياق المباراه وتلعب معايا بازايز وبشماريخ وبدخان وبحدف طوب على لعيبه. ليه؟ ده انا اصلا بشجعك وبشيد بيك، ولما بتيجي عندي بحترمك. ليه دايما توصلني ان انا ابقى ناوي ان انا ما اشجعش الفريق المغربي ده خالص ولا احب ان انا اتفرج عليه وهو بيشارك في اي حاجه؟ عموما كده كده انت هتلاعبني وكده كده هستناك وهتلاعبني في مصر وهستقبلك افضل استقبال وهعاملك افضل معامله، لان دي اخلاقي واحنا كمصريين دي طريقتنا ودي طباعنا، وبنستقبل الناس افضل استقبال وبنتعامل معاهم بافضل طريقه وده اسلوبنا، وهنفضل كده وهنفضل برضو طول عمرنا عقدتكم وتفضلوا عاملين لنا الف حساب وتلعبونا بالطريقه دي، ما تلعبوناش كوره. لان احنا شعب مصر شعب محترم طيب ما بيحبش غير ان هو يلعب كوره، ما بيحبش المشاكل ولا بيحب الشغف.